طبعا بعد ما اتكلمنا عن المايك، تعالى بقى نبدا نتكلم عن البوم ارم بتاعه. اللو بروفايل بوم ارم دوت برضه من شركه فاين فاين، وهو اسمه BM88. فانا جاي اكلمك عن حاجتين: ايه الفرق ما بين البوم ارم دوت والبوم ارمز اللي انت تقدر تشتريها بتمن ارخص بكتير. صراحه البوم ارم بسله، معلش اعذروني، بسله تفضل تقاطعني وهتعمل صوت واحنا بنريكورد، فاعذروها. هو الجميل في البوم ارم دوت ان هو ادجستبل باي شكل ممكن توديه لاي درجه انت عايزها في خيالك. هو ليه قاعدتين، كل قاعده بتلف 360 درجه، زائد ان هو اللو بروفايل بيخليك تقدر تحطه في اي مكان. مثلا ممكن تجيبه من تحت الشاشه لو دوت اريح لك، او مثلا ممكن تخليه على جنب. كل الاوبشنز دي متاحه، وفي نفس الوقت هو مش هيزعجك لو انت ماسك الماوس او مثلا موجود من ناحيه كيبورد، في مسافه مريحه جدا لايدك انها تتحرك. والجميل في الموضوع ان هم عاملين تريكايه بالالانكيه بحيث انك تقدر تظبط الحساسيه بتاعه الدراع. لو انت مثلا عايز الدراع ثابت وناشف تقدر تعمل الكلام ده، لو انت عايز الدراع يتحرك معاك بمنتهى السلاسه وقت ما تحب تقدر تعمل الكلام ده. وطبعا كل طقم الالانكيه انت مش محتاج تشتري حاجه، كل حاجه بتيجي معاك في نفس الصندوق. ده غير ان الهيد بتاعته تقدر تحركها بمنتهى السهوله زي ما انت عايز، وديت مش محتاج انك تجيب الانكيه. عاملين هنا صمام تقدر تفكه بحيث لو انت عايز تغيرها في نص السيشن براحتك تماما. ده غير انك لما بتقرص عليها جامد ما بيبقاش فيها حته انها تفضل تلخلخ، لا فعلا بتكون ماسكه نفسها كويس جدا. دي اللي عايزك تجربيها، تعالى مثلا نجربها عن طريق بسله. نحط بسله على المايك، لا مش بسله، معلش اقفي على المايك. تعرف تقفي على المايك اصلا؟ عايز تلعب. المهم يعني هو المايك زي ما بيقولوا هو بيستحمل ممكن ما فوق كيلو و300 جرام. يعني نقول مثلا بسله وزنها 900 جرام والمايك دوت يعني جيف اور تيك كده 300 جرام، فهتلاقي مثلا ايه المايك يستحمل بزياده، ولكن انا عامله ان هو يتحرك معايا تحت زي ما انا عايز. طيب لو جينا نبص على القعده بتاعته ازاي بتتربط. اولا القعده بتاعته لو انت مثلا حاسس ان انت مش هتعرف تلفها لفه كامله زي ما في الصوره، انت تقدر تسحب القاعده اللي تحت وهيخلي المسمار ما يلفش، فانت تقدر تربط براحتك من غير ما يخبط في الخشب. ده غير ان الماتيريال بتاعته فول ميتال، مفيش فيها لا بلاستيك ولا حاجات مقويه، غير بس الشافت اللي بتعدي منها السلك عشان تحافظ على شكل السيت اب بتاعك. كل حاجه غير كده ابسولوتلي معدن صلب. وكمان بيجي مع البوم ارم كذا قطعه بحيث لو انت حابب انك تركب مقاسات مختلفه لهولدر المايك، يعني يبقى في كذا ماونت مختلف للمايكات، فانت تقدر تركب الماونت اللي انت عايزه. حاجه كمان صراحه الاضافه اللي هم عاملينها هنا انك تقدر تركب السماعه بتاعتك، مش عارف بقى دي انتشنال ولا مش انتشنال، بس انا صراحه اعتمدتها وهي عجباني جدا. نرجع بقى نقارنه ما بين البوم ارم الرخيص اللي انت ممكن تجيبه ب 300 400 جنيه. عايز اقول لك البوم ارم دوت انا اشتريت منه كتير قوي، يعني مثلا كنت كل 3 4 اسابيع اشتري واحد وكان يتكسر مني او يعمل صوت تزيئه او يبدا يفلت او يصدي. انا مش عارف حاجه زي كده ازاي كانت بتصدي وبتبوظ بمنتهى السرعه. يعني انا عايز اقول لك الهولدر الواحد كان يقعد معايا مثلا 3 اشهر 4 اشهر وابدا اشتري واحد غيره. وعايز افهمك كمان انه حتى ما كانش ممتع، كان دايما قدام ايدي لو انا مثلا خلاص خلصت الجيمنج وعايز اكل، يبقى واخد مساحه كبيره من الترابيزه فالواحد ما بيبقاش مرتاح. انما غير المايك دوت انت بمنتهى السهوله تقدر تبعده اطلاقا عنك. وصراحة الماتيريال حتى وانت بتحرك المايك وتبعده بتقربه الصوت تحس اكنه مش موجود، يعني مش سامع صوت التزييقة. انما الماتيريال الرخيصة اللي انا كنت بشتريها كانت عاملة زي صوتك انك بتفتح باب في بيت رعب. فمش هكدب عليك، انا والدي قبل كده قال لي نصيحة، قال لي يا ابني احنا مش اغنياء عشان نشتري حاجة رخيصة. والله ما فهمتها في ساعتها بس فهمتها دلوقتي. بمعنى صح انا ما عنديش فلوس كتير اقدر اشتري بيها حاجات رخيصة هتبوظ عشان اشتري غيرها في المستقبل وتبوظ وافضل اصرف المصاريف دي كلها، اذا كانت بقى انك تشتري غيره ولا هتصلحه. فرغم ان الفيديو دوت سبونسرد من فاين فاين، بس هم مش قايلين لي اقول ايه ولا طالبين مني كلام معين ولا حتى هيراجعوا الفيديو دوت، فبجد ده رايي الخالص. فانا عايز اشكر شركه فاين فاين على المنتج الجميل دوت، وصراحه ارشحه ليك انك تشتريه. بس لو هتشتريه حاول تشتريه من بره بحيث يبقى ارخص شويه. انا دفعت فيه جمارك تقريبا حدود 350 او 450 جنيه عشان كنت شاري ده ودوت، ومش عارف صراحه انهي واحد كان 350 وانهي 450. برضه لو حابب تاخد فكره عن المايك ما تنساش تشوف الفيديو بتاع المايك هتلاقيه قدامك هنا على الشاشه، دوس عليه واتفرج عليه دلوقتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لي لايك وسبسكرايب وتقول لي في الكومنتات ايه رايك في التك ريفيو اللي احنا عملناها. هل مثلا اغير طريقتي؟ هل في حاجه معينه اعملها؟ صراحه مش عارف، فانا هسيب السؤال ده ليك. بس بجد اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. بسله واقفه على المايك.